السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. ده ايه الطلعة البايخة دي بتاعة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية؟ موسم ماله بادئ دمه تقيل. يعني احنا متخوفين من الموسم وبنقول كتر المسابقات وكتر المواعيد، لدرجة ان امبارح واحد بيراهني بيقول لي تراهن ان شهر ابريل الجاي، شهر ابريل الجاي اللي هو ابريل 2024 اللي هو المفروض يبقى في كل العالم باقي شهر، شهر ونص والدوريات تخلص، يعني هيكون الاهلي لعب 7 8 ماتشات بس في الدوري. قلت له لا يا راجل، قلت له يمكن يكون باقي له 7 8 ماتشات. قال لي طب تراهن؟ هنأجل في المتأجل. يعني طبعا لوغاريتمات عندنا في الكرة المصرية، فكنا قلقانين طول الوقت من الموسم الصعب الطويل اللي كله حواديت ومسابقات للفرق الأربعة اللي مشاركة في أفريقيا، وكمان للفرق المصرية والبطولات المحلية، وكمان للمنتخبات المصرية، المنتخب الأول تصفيات كأس عالم وكأس أفريقيا ومنتخب أولمبي عنده الدورة الأولمبية واستعدادات، حواديت كتير لا تنتهي. وإذ بطلعة تقولش مطلع مثلا، ده مطلع ايه ده في قلب الجبل، مطلع في قلب الجبل. الفور باي فور ما قدرتش اللي هو النادي الاهلي يطلع المطلع ده، ودي حاجه غريبه جدا. يعني كل الناس قبل المباراه التوقعات 130% لصالح النادي الاهلي وماينس 30% لاتحاد العاصمه. يعني حتى مش 100% و0%، لا ده 130 اهلي ماينس 30 اتحاد العاصمه، والناس كلها بانيه التوقعات لحاجات كتيره جدا. فرق المستوى الفني كبير بصراحه، يعني اسماء اللعيبه والنجوم في الفرقتين الفريق كبير لصالح النادي الاهلي. حتى المستوى الفني بتاع البطولتين الاهلي مفنش، وهو يعني عامل اداء عظيم في دوري ابطال افريقيا. يعني الفرقه الثانيه اتحاد العاصمه كسبان البطوله بالعافيه، يعني خسران على ارضه وكسبان بره ارضه 2-1، وخسر على ارضه من يانكي افريكانز 1-0، وكسب البطوله بقاعده الجول بجولين بره الارض. في الدوري الاهلي بطل الدوري المحلي، اتحاد العاصمه يمكن ال 14 مفنش. يعني الفروق والاسماء والنجوم والصفقات والملايين والدولارات وكل حاجه، هنا مغاره علي بابا وهنا مغاره ما فيهاش حاجه خالص. ميح على راي الناس في الفيلم، لما بيقول لك ميح يقول لك ميح. واذ بفرقه نازله تركيزها معدوم، وفرقه نازله تركيزها 100%. اللي كسب بالتركيز، لان الاداء الفني متراجع في النادي الاهلي ومتراجع في اتحاد العاصمه. الاداء البدني متراجع، التركيز كان عند اتحاد العاصمه 100%. ويقولون رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. اتحاد العاصمه هو الامرئ اللي عارف قدر نفسه. هو ده نزل الماتش عبد الحق بن شيخه عارف قدر نفسه. واحنا قلنا يا جماعه بينيمكم 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 بينيمكم، ده طلع نيمكم ونعستوا وبنصحصحكم وما بتقوموش كمان. يعني ده انتوا لسه نايمين يمكن لغايه دلوقتي. النادي الاهلي واحده من اسوأ مباريات الاهلي اللي ممكن تشوفها، لان فيها فقدان كامل للتركيز. اول مره اشوف لعيبه الاهلي يمكن من فتره طويله مش عارفين يباصوا الكوره، مش عارفين يقفوا في الملعب، مش عارفين يشوطوا الكوره. سيبك من الكلام المجعلص الكبير بتاع الكلام الفني، طرق اللعب 4-3-3 وتتحول في الهجوم لكذا وفي الدفاع لكذا. لكن اول مره من كتير اشوف لعيبه الاهلي مش عارفه تقف ولا عارفه تباصي ولا عارفه تشوط ولا عارفه تصنع هجمه ولا عارفه تستغل الاطراف خالص. مفيش اي حاجه، كله اداء فردي. طبعا عشان لابد من الهزيمه ان تبرر، هتلاقي كتير من الناس تقول لك اصل هو ازاي يلعب برضا سليم مع انه كان احسن لعيب في الشوط الاولاني، يعني كان جامد جدا، هو كان مصدر الخطوره يعني. وامام عاشور ازاي يبدا مع انه هو اللي شاط الشوطه اللي جاب منها كهربا الجون وكان عامل شويه قلق في نص الملعب. والشوط الثاني مستواه البدني نزل، خرج بس خرج متاخر كمان، تغييرات متاخره ولو بدري بالفرقه وحشه. الاهلي وحش متعالي، لعبته بتتعالى، ولا سيد عبد الحفيظ انه مشي وجه خالد بيبو هو السبب، ولا لان التغييرات متاخره هي السبب، ولا لانه بدا بامام عاشور وبدا برضا سليم هو السبب، ولا لان مودست ما تأيدش وده خطا اداري فادح يبقى ده هو السبب،
ولا لان كل الاهلي متعالي. حتى كولر متعالي. كل الناس في هذه المباراة كان عندهم تعالي على المباراة. في المقابل فريق مجتهد، مدربه عارف امكانيات لاعيبته، دافع يا ولد، اكفل يا ولد، اجري يا ولد، دغدغ يا ولد، اقع يا ولد، ضيع وقت يا ولد، خدنا البطولة يا ولد. هي دي طريقة اللعب. سهلة خالص صح؟ شفت عبد الحق بن شيخة ما بتعبش. خش انت للعيبة دي اوضة اللبس اعمل لهم كده. اجري يا ولد، ركز يا ولد، اقع يا ولد، ضيع وقت يا ولد، اقع في ال 18 يا ولد، هات بنالتي يا ولد، نام عليه يا ولد، كسبنا الماتش يا ولد. صح كده؟ هم ركزوا في 3 نقط. ان هو يقفل لك الملعب وفي حدود الامكانيات. خد بالك هو لما يجي يقفل لك الملعب لفرق بامكانيات الاهلي دي مساله مش سهله، وقدراته اقل من كده. يعني لو كان هاني مش هقول لك في نص مستواه، تمن مستواه، تمن، وحسين الشحات تمن مستواه. ايه رايك بقى؟ تمن بس. وعلي معلول ربع مستواه. كنا محتاجين ربع مستواه بس. وعبد المنعم ربع مستواه يعني، ومروان ربع مستواه. كان الاهلي كسب 2-3 عادي، كانش فيها حاجه يعني. بس هو الشكل العام لاتحاد العاصمه وكسبوا الكاس، هم اجتهدوا. وانت متعالي لازم مناخيرك تيجي فين بقى؟ على الارض. ليه؟ وده اللي قاله كولر مش انا. قال لك دي فرصه، دي علقه. العلقه دي الحمد لله يا رب انها جت اول الموسم. كان لازم اللعيبه تفوق. ما انت متفخفخ يا عم، بتروح النمسا وبتقعد في الاوتيل وتركب العجله الاخر موديل وتغني وترقص وتلعب وتهزر، وكل ده طبيعي على فكره في معسكرات الاعداد. يعني ده الاهلي مش عامل حاجه غلط، بالعكس كل انديه العالم بتعمل معسكراتها في دول اخرى وبتهزر وبتضحك وكل الكلام ده. شفنا ده كتير جدا في كل الانديه الكبيره كمان، ريال مدريد وبرشلونه وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وكل باريس سان جيرمان، كل الانديه يعني. لكن انت هنا حسيت بالبغداده قوي، وكل حاجه امور تطاع خلاص. ده لازم يبقى دافع ان انت ايه، يبقى عندك دافع اكبر انك تواصل الانتصارات. لا، لعيبه الاهلي عاشت الموضوع وعاشت الدور واستحقوا الخساره. اما الحكم اللي حكم المباراه الراجل الجابوني، انا في رايي البنالتي بتاع الاهلي بنالتي اللي ما اتحسبش بتاع كهربا. اما الجول بتاع كهربا فعليه كلام، لان القانون بيقول اذا سيطر الجول على الكوره حتى لو دائرها في الارض كده بايده خلاص بقت بتاعته. فنختلف ونتفق، هل هو كان مسيطر؟ هو فعلا كانت ايديه باصت ايديه على الكوره كده وفي الارض وقافل عليها وجه كهربا شاطها. القانون اللي من السنه اللي فاتت عملوا دي، ففيها كلام رايح جاي. بنالتي، لكن مش ده السبب ولا ده المبرر اللي يخلي الاهلي يخسر المباراه. الاهلي كان وحش ولازم اللعيبه تعترف ان هي وحشه. ومش بقول لك ده، انا مش بقول يا ريت كانوا في ربع مستواهم، بقول لك تمن مستواهم. التمن يا جدع.